مصر وطريقها الى نهائي افريقيا وتوقعاتنا لدور ال 16. مصر وبنين. مصر باذن الله الى دور الثمانيه. ساحل عاج وبوركينا فاسو، ماتش هيكون فيه كوره ممتعه وفريقين قريبين قوي من بعض، بس ساحل العاج هو اللي هيوصل. يبقى مصر وساحل العاج في دور الثمانيه. السنغال والسودان، اتمنى السودان ولكن السنغال هي اللي هتوصل. نخش على مواجهه مالي وتونس. كنت اتمنى تونس هي اللي توصل، ولكن بعد الدور الاولاني اللي احنا اتفرجنا عليه في كوره انا شايف ان مالي ممكن تقف قدام تونس وتصعد كمان، وهيكونوا دور الثمانية بين السنغال ومالي. لو دخلنا على الجنب الثاني والمواجهة بين الجزائر والكونغو، رغم الكونغو بتلعب كرة جميلة ولكن الجزائر عامل اداء بطولي في البطولة لغاية دلوقتي، اداء ونتيجة، فانا اتوقع ان الجزائر هي اللي هتوصل لدور الثمانية. اما نيجيريا وموزمبيق اتوقع نيجيريا طبعا بعد اكتساح الدور الاولاني المجموعة. لو بصينا للمواجهة اللي بعدها هنلاقي المغرب وتنزانيا، طبعا تتوقع وصول المغرب لدور الثمانية بسهولة. اما جنوب افريقيا والكاميرون اتوقع ان المباراه دي هتكون في كوره جميله وكوره من تحت ومفيش كوره عاليه، واتوقع الاقرب يعني ان الكاميرون ممكن هي اللي توصل علشان الكاميرون تقدر تسجل جون، اما جنوب افريقيا بتلعب كوره جماليه اكتر. فتوقعات لغايه الوقت في دور الثمانيه هيكون مصر وساحل العاج والسنغال ومالي، اما الجنب الثاني هيكون الجزائر ونيجيريا والمغرب والكاميرون.